تهدف الأبحاث العلمية إلى تقديم إضافات جديدة للعلم والمجتمع، وذلك من خلال الدراسات التي يقوم بها الباحثين. ويجب على الباحث العلمي أن يتقيد بأخلاقيات البحث العلمي، وذلك لكي لا يسيء للبحث العلمي ولنفسه، ولكي يقدم عملاً إيجابياً مفيداً للمجتمع، وعدم إلحاق الأذى والضرر بالآخرين. فما المقصود بأخلاقيات البحث العلمي؟ هي مجموعة من الصفات التي يجب أن يتحلى بها الباحث وأن يتقيد بها، فيعترف بمجهود الباحثين السابقين ولا يقوم بسرقة أبحاثهم. وللبحث العلمي عدد من الأخلاقيات التي يجب أن يلتزم بها الباحث التربوي، وهي الأمانة العلمية، وتعني ضرورة نشر النتائج الحقيقية التي كشفتها الدراسة، وعدم تزوير النتائج وفقاً لميول الباحث واتجاهاته الشخصية، وألا يلجأ إلى التزوير في الإجابات أو في الاقتباس من المصادر أو المراجع. احترام الملكية الفكرية، يجب دائماً على الباحث طلب الإذن قبل استخدام أدوات أو أساليب أو بيانات أو نتائج غير منشورة لباحثين آخرين، كما يمنع أن يسرق أو ينسخ عمل الآخرين وأن يحاول تقديمه على أنه عمله الخاص، فهذا يسمى سرقة أدبية. ومن الضروري أيضاً أن يوثق الباحث جميع الاقتباسات والاستشهادات التي تم استخدامها في قائمة المراجع. الموضوعية، أي تجنب الانحياز والمحاباة لصالح الآراء والميول الشخصية، خاصة في قسم عرض النتائج ومناقشتها وقسم التوصيات والمقترحات. تحري الدقة أثناء العمل. أثناء العمل على الدراسة يتجنب الباحث ارتكاب الأخطاء الفادحة، ويحاول مراجعة عمله بعناية ونقد العمل بشكل محايد للتأكد من مصداقية النتائج. التواضع العلمي، وذلك لتفادي الباحث الزهو بقدراته، كما يجب عليه أن يسلم بنسبية ما يتوصل إليه من نتائج، وأن عليه العدول عن رأيه إذا ما توافرت آراء قيمة مختلفة. احترام المبحوث، بمعنى ألا يوجه الباحث الأسئلة التي تحط من قدر المبحوث وتقلل من احترامه لنفسه. السرية، يجب على الباحث احترام سرية البيانات التي يقدمها المشاركون في دراسته، كسجلات المرضى والآراء والأفكار التي يقدمها أفراد العينة بناء على ثقتهم فيه كباحث. المشاركة التطوعية، بمعنى أن للمبحوث حرية الاختيار في المشاركة والانسحاب منها وقت ما يشاء دون ممارسة ضغوط عليه من قبل الباحث. المساواة، بمعنى إشعار المبحوثين بأنهم سواء، لأنه قد تم اختيارهم ممثلين لعينة الدراسة بصورة عشوائية، وبالتالي يتساوى أفراد المجموعة الضابطة مع أفراد المجموعة التجريبية في حالة استخدام المنهج التجريبي، إلا إذا أراد الباحث أن يتعرف على أثر وجود المتغير المستقل من غيابه. حماية المشاركين من أي ضرر، بمعنى أن الباحث مسؤول عن توفير الحماية للمبحوثين المشاركين في البحث من أي خطر مادي أو معنوي أو اجتماعي، وإذا كان يترتب على مشاركتهم حدوث ضرر معين، فعلى الباحث إخبارهم باحتمالية حدوث ضرر ما منذ البداية لعدم المفاجأة به.